وصل المنتخب المغربي إلى أرض الوطن وسط استقبال تاريخي من الجماهير. رغم الهزيمة أمام فرنسا، رفع أسود الأطلس رأس المغرب في كأس العالم، وكسبوا احترام العالم بأدائهم وروحهم القتالية. هذا المنتخب مصدر فخر لكل العربي وإفريقي، والمستقبل يحمل إنجازات أكبر بإذن الله. هذا المنتخب أثبت أن المغرب أصبح من كبار المنتخبات. شكرا لأسود الأطلس على الإنجاز، والقادم أفضل بإذن الله، وسنعود أقوى. شكرا لأسود الأطلس، رفعتم رأس المغرب وكسبتم احترام العالم. القادم أفضل بإذن الله. أسود الأطلس. المغرب في صورة رائعة في احتفال الشعب المغربي والمغاربة الكل وملك المغرب بالفريق المغربي الذي عاد إلى أرضه وإلى دياره. احتفالات غير مسبوقة، كأس العالم وصولها للمغرب كذلك. وهذا من وقت الحسن الثاني. من الطبيعي جدا لما تنتدب أفضل الكفاءات وتحطهم فهمتي معاك باش يقدموا لك الإضافة ويعطوك الصورة والمكانة اللي ترتفع بيك. مراد اللي المغرب تعرف تسوق الروح بالضبط. المغرب في كأس العالم الفرصة تعرف تسوق الروح وتعرف تبيع. المغرب معناتها اليوم يلزم العالم العربي والدول الكل تتعلم من المغرب التسويق، لأن هي العملية كيفاش تبيع الشيء بتاعك الباهي. الصورة اليوم نحن نحكيه في تونس في البلاتو بتاعنا على نظافة شوارع المغرب. لولا الحدث والقرار الملك بتاع الاستقبال والبروتوكول العمل وكذا، راهو هذا ما حكيناش. معناتها لهنا ترويج، لانه المغرب ماشيه في السياحه، معناتها بلد سياحي بامتياز. بلد سياحي بامتياز. اليوم المغرب مره اخرى تعرف تسوق الروح. يلزم نتعلموا الاكاديميه. وانه المغرب كونت مراكز، عملت مراكز تكوين وكل، لكن كذلك جزء كبير من الفريق المغربي يا اما مولود في اسبانيا، ولا مولود في بلجيكا، ولا مولود في هولندا ولا فرنسا. هذيك بطبيعه الحال وقت الانتصار هذا الكل تنسى بالطبيعه، لانهم هما دافعوا على العلم بتاع المغرب، ومعناتها وبار معناتها التطور الفني وهما لعبوا بالجرينتا معناتها والشعب المغربي حس بيه الشيء هذا. معناتها لعبوا على الدرابو بالجرينتا. ناس تكتك، ناس تجيب الكفاءات، ناس تحضر البنية التحتية، تحضر كل شيء باش يجنيو ثمار العمل نتاعهم. اللي يتصور انه كل هذه النتائج للمنتخبات المغربية بالحظ عايش في عالم اخر. راهو الحظ يجيك مرة ضربة، اما هذا من 22. راهو المغرب ديمي فينال كوب دي موند، المغرب بطل افريقيا تحت 23، المغرب ميدالية برونزية في الاولمبياد، المغرب بطل العالم تحت 20، المغرب بطل الشان، المغرب يظهر لي بطل افريقيا في الكره النسائيه. المغرب 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 المغرب. والله كان هذايا كل حظ ينعتونا ونمشيو نحطوا جينا ولا الحظ هذوين. ويا صح عليهم، برافو، صح عليهم. ناس تخدم على رواحها. ما تقوليش والله كان جات بلاد في الخليج ونقولوا احنا ديما وشنو لغتنا احنا. اليوم الكرة تتطلب تخطيط، إمكانيات. وقت اللي تتحط الإمكانيات وتتحط الظروف وتوجد التخطيط تنجم توصل الأهداف نتاعك، على خاطر ما فما حد شيء يجي من باب الصدفة. اليوم المغاربة ظل عندهم سنوات منذ معناتها توجد السنتر نتاع محمد السادس، معناتها فما خدمة كبيرة صارت، كانت فما تمشي واضح بالنسبة للمغاربة. عملوا على الصغار نتاعهم انهم اليوم جل ملاعبية الشبان نتاعهم اللي ينشطوا في البطولات ولا مولودين بجنسية مزدوجة ما بين المغربية وجنسية أخرى تم استقطابهم. اليوم المنتخب المغربي قاعد يجني في ثمار المجهودات الكبيرة والعمل المتواصل. وزاد كيف السلطة اللي وصلت في وقت من الأوقات، السلطة الرياضية بالنسبة لي أنا المستوى اللي وصل له ولا عنده هيمنة كبيرة سواء في الفيفا سواء أداء تتويج لجهود راجل عامل لبلده كل حاجة، فوزي لقجة، وتتويج لجهود وطنية متمثلة في المدربين الوطنيين. نعم. وتتويج للشغل اللي بيحصل في أكاديمية محمد السادس وكل المنظومة بفخر. المغرب بيمثلنا كلنا وقاعدين فخورين. نعم بفوز البرازيل واسبانيا والناس اللي احنا كنا بنقول لو لعبناهم هنخسر كام. دلوقتي المغرب ما بيسميش كاس العالم ان شاء الله. وصلوا عليكم يا المغاربه في كاس العالم في ما حتوقع هذا السيناريو بصراحه، ما حتوقع.
شكرا على هذا العمل الكبير في كأس العالم في تشيلي، شكرا بصراحة. عمل محترم يدرس لكافة المنتخبات العربية بصراحة، والرسالة واضحة ومعروفة لأي منتخبات اللي ما قدمت أي حاجة في كأس العالم أو حتى في طبعا في البطولات الماضية. الصحافة الإسبانية اليوم أصبحت تتغنى بالمنتخب الوطني المغربي، فعلت ذلك أثناء البث المباشر للمباراة عبر قناة تيلي ديبورتي الإسبانية، حيث يعني المعلقين والصحفيين الموجودين والمحللين يعني انبهروا بشكل كبير جدا من مستوى المنتخب الوطني المغربي بلاعبين بعينهم، ولكن بالخصوص بالمنظومة التي يلعب بها والطريقة التي يلعب بها المنتخب الوطني المغربي. منتخب يدافع بصلابة، يهاجم بسرعة، تحولات هجومية سريعة خاطفة، فعالية أمام الأهداف، يعني فعالية كبيرة جدا تمنح يعني سلاسة في الوصول للمرمى وفي التسجيل وفي الحصول على بعض الحصص نوعا ما العريضة. هدفان 3 أهداف شاهدناها مرارا وتكرارا في هذه الكأس العالمية. وربما أنا ما أثارني أكثر هو ما وقع في جريدة أس الإسبانية التي أصدرت مقالين. في الأول تقول بأن المنتخب الوطني المغربي لا يستطيع قهره أو هزمه أحد، كما نقول بالدارجة ما يقدر عليه حتى واحد، يعني كتقول يعني نادي بويدي كوم مارويكوس. وفي مقال آخر يقولون بأن المنتخب الوطني المغربي كذلك. حتى الصحافة الفرنسية جريدة ليكيب تتحدث على أن المنتخب الوطني المغربي، ويتحدثون كذلك عن قوة المنتخب المغربي. فبالتالي ردود الأفعال كانت قوية جدا، وانبهار كبير جدا من الإعلام الأوروبي وخصوصا من الإعلام الإسباني. ثناء كبير فؤادنا الصحافة الإسبانية بالتحديد، وأيضا الصحافة الأوروبية بشكل. متابعينا الكرام، وصل المنتخب المغربي إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري كبير رغم الإقصاء من ربع نهائي كأس العالم 2026 أمام فرنسا، لكن الحقيقة أن أسود الأطلس راجعوا مرفوع الرأس بعدما قدموا بطولة مشرفة أكدت مرة أخرى أن المغرب أصبح من كبار المنتخبات العالمية. منذ بداية البطولة أبان المنتخب المغربي عن شخصية قوية وروح قتالية عالية، وحقق نتائج كبيرة أمام منتخبات قوية ليبلغ ربع النهائي للمرة الثانية في تاريخه. ورغم نهاية المشوار أمام منتخب فرنسي استغل تفاصيل صغيرة لحسم المباراة، فإن الأسود كسبوا احترام العالم بأدائهم وانضباطهم وإصرارهم. والأجمل من ذلك أن الجماهير المغربية خرجت لاستقبال لاعبي استقبال الأبطال في رسالة واضحة مفادها أن قيمة المنتخب لا تقاس بنتيجة مباراة واحدة، بل مما حققه من إنجازات وبالفرحة التي رسمها على وجوه ملايين المغاربة.